بص يا ست الكل، لما تيجي تتجوزي واحد حاولي تتجوزيه غني، عشان حضرتك لما تتطلقي ان انت تعيطي في فيلا احسن بكتير ان انت تعيطي في شقه ايجار. السلام عليكم. ابنك خطب، طول اليوم قاعد عند اهل خطيبته، حصل بينهم وبين بعض مشاكل، مسكوا في بعض وضربوا بعض، خطوبه هتتفسخ، عملتوا قاعده مع بعض ومفيش اي حل، خدوا منك الذهب ومش عايزين يديهولك. تعالى بقى يا سيدي وانا اقول لك ترجع ذهبك ازاي بالقانون. بص يا سيدي، اول حاجه هنعمل محضر اثبات حاله. طبعا حضرتك وانت بتعمل المحضر لازم يكون معاك الفاتوره وبتذكر فيه المصوغات الذهبيه والقيمه وكل حاجه موجوده في الفاتوره بالظبط. تاني حاجه هنرفع دعوه اسمها رد شبكه وهدايا. الدعوه دي بتترفع في محل اقامه المخطوب. في الدعوه دي حضرتك لو المخطوبه عدت السن القانوني بتختصمها بشخصها، ما عدتش السن القانوني بتختصم ولي امرها اللي هو الوالد. طبعا دي من الدعاوي اللي لازم اقدم لها طلب تسويه الاول، وبعد 15 يوم برفع الدعوه بتاعتي. دول الدعوه والهيئه الموقره بتحيل الدعوه دي للتحقيق، وان شاء الله بيتحكم لك برد الذهب بتاعك. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حاول تحل الموضوع الاول بصوره وديه، لان الطريق الودي هو اسهل واسرع الطرق لحل المشكله. عايز اقول لحضرتك على حاجه، اللي اهله مربوهوش المحكمه تربيه. السلام عليكم. كده مع بعض، هو تصريح الدفن ده ليه لازمة؟ أكيد طبعا، لأنه نص المادة 239 بتقول: كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وطبعا دي المادة 239 من قانون العقوبات. 200 وبس. صديقي المحامي، يعجز عن مشقتك الكلام، فقد كنت في البهدلة علم وفي حرق الأعصاب إمام. قضيت عمرك في المحاماة ولم تغتني، وتخرج منها يا مولاي كما خلقتني. سلام عليكم. 200 وبس. أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، عاملين إيه؟ الطلاق، وإن كان أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه في النهاية حلال، ولا نحرم ما أحله الله، بل وأحيانا يكون هو الحل الأفضل للزوجين. والطلاق هنا أنواع: الطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة صغرى، الطلاق البائن بينونة كبرى، والطلاق الأبدي. وحول الطلاق أكد مركز الإحصاء أن عدد حالات الطلاق سجل لهذا العام 296 ألف حالة، مقابل 254 ألف حالة العام السابق، بارتفاع نسبة 5.9، وبلغ متوسط حالات الطلاق في الشهر 22 ألف حالة. عافانا وعافاكم. 200 وبس. الرجولة مش هي إنك تتجوز وتجيب ولاد يطلعوا عين الناس، ومش كون إنك تتجوز وتخلف إن أنت تبقى راجل، لا خالص. الرجولة إنك تبقى محترم مع الناس. الرجولة الحقيقية إن الناس لما تشوفك تدعي لأهلك إنهم عرفوا يربوك على أخلاقك وشخصيتك وتربيتك واحترام الناس ليك. هي دي الرجولة الحقيقية. سلام عليكم.